فلاش باك على أحداث الموسم الأول سريع كده. شفنا وانجو وهو بيغير العوالم وضرب بقدرته الكلب، وبنشوف برضه وهو مع البنت اللي بيحبها وهي بتقول إنها من حبها ليه هتتخطى أي شيء حتى العوالم كلها لأن ذاكرته شبه اتمسحت. وبنشوف والده وهو بيختم قوته بالتميمة الجديدة لأنه قوته كبيرة جدا ومش عارف يعيش حياة طبيعية بسبب كده. والكلب بيقول للوانج اوعى تكرر اللي انت عملته ده تاني لأنك ممكن تدمر العالم بكده، ده غير إنك شغلت العوالم عدة مرات، يعني بوظت حاجات كتير وانت مش واخد بالك. وانجو كل اللي نفسه فيه انه يعيش حياة عادية، وبنلاقي جو لينج وهو مع الرئيس وبيديله تقرير بسجن رئيسة الظل، وبيسأل جو عن الطرف الغامض اللي كان عايز يغتال سون رونج. والرئيس بيقول لجو ان محطة الضاء رصدت تسونامي قوة روحية عند ميدان المنافسة للفصل 59، كل حاجة شغالة عندهم بالطاقة الروحية، والكل مش عارف ليه الطاقة انخفضت في العالم كله. وبنشوف فريق الفضاء بيحاول يشوف حل للمشكله دي، وجو بيقول للرئيس انه هيروح يشوف حل للمشكله دي، وطلب منه الرئيس كمان انه يلغي مسابقه السيف. والكل في المدرسه زعلان ان المسابقه اتلغت، وبنلاقي وونج مسترخي تماما ولا فارقه معاه اللي بيحصل اصلا. وبتدخل عليهم المدرسه والكل بيقعد في مكانه وبتقول لهم انكم شطار لدرجه انكم تستحقوا فئه النخبه، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالاجازه لان من بعد مسابقه السيف الوزاره بقت مهتمه بيكم جدا، وعلشان كده هيكون في اختبار قوه روحيه بعد الظهر، واي شخص هيرسب هيتم طرده من فصل النخبة. وبعد صمت رهيب الكل اتحمس جدا وبيبص لونج على اساس انه اضعف واحد فيهم، ولكن محدش فاهم حاجة. وسون رونج بتروح له وبتقول له انها ممكن تنقل ليه طاقتها الروحية، والفصل بيصيح مرة اخرى والكل بيحاول يساعد، لكن وونج قدر يهرب منهم. وهناك جو هاو بيقول له انهم يعملوا حبوب سحرية تساعدهم على اجتياز الاختبار. الحبوب دي هتخلي طاقتنا الروحية تعلى لمدة ساعة واحدة، وده اللي احنا عايزينه. ولكن وونج بيتفاجئ وبيقول له انت اساسا وصلت المرحله الاساسيه المتوسطه. ولكن جو هاو بدا بالبكاء وبيطلب منه وونج انه يساعده، ومن هنا قرر فعلا انه يساعده وراح على السطح ياخد الكلب لان طاقه الروحيه هتساعدهم كتير. والناحيه التانيه بنلاقي المدير بيعلن عن بدء الاختبار، ولكن بيقول انه مش لاقي الكلب المخصص للاختبار وهنضطر نستخدم بروتوكول، والطالب اللي يسمع رقمه يطلع يقف في نص خشبه المسرح ويركز كل طاقته الروحيه، وبناء على القوة هيتم تصنيفه أو معرفة قدرته، وبعد كده اللي هتصيبه الصاعقة وجسمه مش هيتفجر هيكون نجح. يا على السادية يا سعادة المدير. والكل اترعب من الموضوع وكانوا عايزين ينسحبوا، لكن المدير طمنهم وبيقول لهم إن دي تقنية مطورة ومش هتموتوا منها، وبجانب إن في إسعافات جاهزة لو أي حاجة حصلت، وده على أول واحد وهو كوشوان، والصاعقة فحمته. وبنلاقي الناحية التانية جو هاو وهو بيحضر الحبوب بفضل الكلب وونج، وبيقول ان افضل شيء اننا نتناول الحبوب قبل الاختبار على طول. وبيفتكر وقت ما وونج انقذه قبل كده وفهم المدرسة ان الحبوب البايظة دي بتاعته. وفي وسط الذكريات يقطع حادثهم اصوات خطوات قادمة من الخارج، ودي بتكون المدرسة بان. ولكن وونج ذكي جدا وبدأ يسحب جردل المية ووقفوا يغسلوا هدومهم. اول لما المدرسة بان دخلت عليهم وبدأت تزعق بتقول لهم الكل في اختبار، انتم بتعملوا ايه هنا؟ جو هاو بيقول لها اننا وقعنا في البسين واحنا بننشف هدومنا. بتقول له يا راجل صدقتك انا كده، امال ايه اللي في الفرن اللي وراك ده؟ واتوتر جدا وما بقاش عارف يرد. وانج غمز للكلب ووقع المدرسه بان على الارض، وبتستغرب ان ده الكلب اللي المفروض يحل محل البروتوكول، ايه اللي جابه هنا؟ وفي الوقت ده قدروا ان هم يشيلوا الحبوب قبل ما المدرسه تقفشهم، ولما فتحت البراد لقت شرابات وعليها شويه بهارات. يا نهار ابيض على الحوارات. وبدات تزعق بعلو صوتها ان هم يروحوا على المسابقه بسرعه بعد ما يخلصوا تنشيف هدومهم. وانج بيسال جو هاو بعد ما المدرسه خرجت بيقول له الحبوب فين؟ جو هاو بيقول له انه خباها في معدته. يا نهار ملون مش باين له معالم. بدا ساعتها يتحول لسيجما جو هاو واتنفخ، لكن وانج اداله بالكف فساه وبيفتح عينه جو هاو وبيكون الدور عليه، وبدا يجري على الخشبه. ولكن عدى ساعه من تناول الحبوب، يعني تقريبا مش هتشتغل، ولكنه حاول بكل قوته وفعلا قدر ينجح في الاختبار. وروح السيف جينكي بيقول لوونج ان ضربته وصلته لعنق الزجاجه. وجه الدور اخيرا على ابننا وونج، وجو هاو خايف جدا لانه اكل الحبوب بتاعته. والمدير
المدير بيديله قبعة لأن قوته ضعيفة جدا والمفروض إن دي تحميه، بس على مين؟ إيه يا ابني انتم مش عارفين الوحش ده مخبي إيه جواه. ولما وقف على الخشبة القوة بتاعته فجأة الكل والجميع بقى في حالة صدمة من اللي شايفينه. جينكي بيقول له يا باشا انت مالكش حدود، ولكن وانج بيقول لجينكي انه هتدبر الامر وبيسأل امتى السحابة هتختفي. جينكي بيقول له لحد ما يستنفذ التشكيل الروحي كل طاقته، وبيحاول يوقفوا الاختبار لكن محدش قادر. وونج اخد كل الطاقة الروحية اللي في المدينة، وحتى الناس اللي في الفضاء مش فاهمين ازاي القوة الروحية اللي في العالم بتختفي كده. وجينكي بيقول للونج انك بكده هتموت، لازم توقف، لكن مفيش حل. وونج عمل سيف واداه لسونرنج وبيقول لها استخدميه، وقطعت بيه الكهرباء عن الاختبار. لكن تقريبا مش بس كده، دي قسمت العالم الى نصفين. وانج بكل هدوء يسأل هل نجحت في الاختبار، وتم تصنيف الحدث ده بعد كده على انه خلل في النظام. ولكن جينك استخدم قوة اكبر من اللازم وعمل شك في الفضاء، ومن الفتحة اللي عملها دي تتدفق النبضات الروحية للعالم البشري. والعالم اللي ورا هذا الثقب يوجد به شيطان، وبيسأل مستشاره ليه في انين في عرشي. بيرد عليه وبيقول له ان في شك في حصل بيودي على عالم البشر. وقتها افتكر انه كان باعت شيطان علشان يغزو عالم البشر. والمستشار بيقول ان فعلا بعتنا حد وكان الضفدع العملاق، والمفروض انه اكثر شراسة من اي شيطان تاني، لكن في المشمش هو دلوقتي كلب عادي ولعوب والبنات بتحبه كمان. وملك الشياطين بيقول ان عدى كده 3 سنوات شيطانية، والغريب ان الفتح اللي حصلت عندهم دي بتمتص الطاقة الروحية الى عالم البشر. والمستشار بيقول انه هيروح لعالم البشر يزور التلميذ بتاعه الفاشل اللي هو الضفدع. وادي يا عم الضفدع. ولما يفتح تليفونه بيتصدم من الرسالة اللي جات له من معلمه، وعلى طول جري على بيت وانج. وفي نفس الوقت بيوصل المستشار الشيطاني، وبالله المدرسة بان بتقول للمدير انها عايزة تروح تزور بيت وانج. ولما المدير سألها عن السبب قالت له انه كان اضعف درجات في الفصل الدراسي السابق، وهي عندها شك بسيط انه غش في الامتحان. وبيقول لها بالتوفيق. بتقول له انت مش جاي معايا؟ بيقول لها عندي شوية حاجات مش فاضيلك. وبنرجع بعد كده للمستشفار وهو بيحدد مكان الضفدع بجمجمة شكلها غريب كده. جينك بيقول للكلب في اتصال وارد، لكن الضفدع بيحاول يتهرب من السؤال. المستشار بيقول انت فاكر انك هتعرف تهرب مني؟ والجمجمة بتعرفه مكان الضفدع. وجينك بيسأل الكلب مين هو سيدك؟ بيقول له شيطان قديم عاش لمليون سنة، وده يبقى كائن خالد ما بيموتش، ده غير انه بيظهر ليا في كوابيسي دايما. وونج بيقول علشان كده انت مستخبي هنا. وبدأوا يتعايشوا مع بعض، ووالد وونج بيقول جه الوقت اننا نعمل تميمة علشان كلامك المتأثر ده، وبيطلب من الكلب انه يساعده، ويا رب الموضوع ينجح. ده غير ان الحبوب السحرية سعرها بقى غالي قوي واحنا ما عادش معانا فلوس. ووالدته بتتفاجئ الكل ان المدرسة بان جاية زيارة لينا، والكلب مرعوب من اتصال المستشار عليه. وبالله والد وونج بينتهي من صنع التميمة الجديدة، والمفروض ان دي علشان تحسن كلامه اللي اتلخبط. وبيطلب من الكلب انه يساعده. الكلب يشيل التميمة القديمة والاب يحط التميمة الجديدة، واي غلطة في العملية دي العالم كله هيتدمر. وبكده قدرنا ننقل التميمات، ودلوقتي بقى نرتاح بعد الارهاق ده. لكن المفاجأة هنا وونج كلامه كله راح في داهية اكتر من الاول، لان الكلب حط التميمة مقلوبة، وبدأت طاقة وونج بالتدفق وشكل العالم خلاص هينتهي. ولكن الكلب لحق الموضوع وبدأ يمص طاقة وونج السحرية، لكنه تعب موت. وبالله المستشار عمال يدور على الضفدع بكل يأس. والمدرسة بان وصلت بيت وونج، والكل بيرحب بيها. وبالله وونج بيرحب بالمعلمة بطريقة غريبة. وكده التميمة برضو لسه فيها مشكلة، وكانت بتتعرف اهله على درجاته الدراسية وانه مش متفوق زي باقي زمايله. ولكن وونج بيفاجئها تاني وبيقول لها كل الواجبات المدرسية انتهت منها، تاخديها دلوقتي ولا اجيبها لك بكرة على المدرسة. ولما بدأت تقول انه كمان ما نجحش في صنع الحبوب المدرسية بيجيب لها كرتونة. واد فهمان صحيح، ولكنها مش لاقية مبرر تقوله لسبب مجيها هنا، لانها كل ما تقول حاجة تلاقي عكسها تماما. والدة وونج بتسأل الوالد على التميمة اللي حطها على وونج، بيطلب منها تشتت انتباه المدرسة لحد ما يغير التميمة. وبدأت فعلا تطلب منها انها توريها المنزل لاجل الوالد يغير التميمة. ولسه المستشار بيدور على مكان الضفدع، واثناء تغيير التميمة شافتهم المدرسة، لكن عملوا فيها ان هم بيدلكوا ظهر وونج. وبدأ فعلا في تغيير التميمة، لكن وونج بيقول انه حاسس بحاجة غلط وانه بيهلوس، وكل قطعة في البيت بقت بتطير لانه بيتحكم فيها من غير ما ياخد باله. الله عليك يا ابن الغبي. وكان المدرسة هتشوف المنظر ده، لكن لحقتها ام وونج قبل ما تنزل. وونج بيقول ان التميمة دي فيها خطر مميت بسبب التعديلات اللي فيها. وونج بدأ يستخدم قدرة الكلب علشان يحل المشكلة دي، وصفى الكلب على الاخر، لكن كل حاجة رجعت زي ما كانت. بنروح لام وونج وهي بتحكي عن طفولة وونج وانها مبسوطة وفي نفس الوقت
الوقت مش عارفة ازاي وانج وصل لفصل النخبة، وخلاص الطميمة هتنفجر، والاب بيطلب من وانج انه ما يتحركش، وبيقول للكلب انه محتاج مساعدته، لكن من شدة الخوف لان المستشار بقى بره قوته ظاهرة وما ردش على والد وانج، والاب قرر انه يشيل الطميمة بنفسه، لكن قوة وانج انفجرت، وفي نفس الوقت المستشار كان بيفتح الباب لكنه مات في نفس اللحظة بسبب قوة وانج. والمعلمة خلاص قررت انها تروح، وبتشكرهم جدا على الضيافة، والضفدع فاق من الغيبوبة اللي كان فيها وشاف العصا بتاعت معلمه وحزن عليه. يا ادي يا عم اللي قالوا عليه ما بيموتش، ده بطيخ. بنروح بقى الحدث كده في الماضي شوية، والمضيفة اللطيفة بتطلب من واحدة تربط حزام الامان، وكانت واقفة مع حبيبها وبتقول لها انا قوية كفاية ومش محتاجة لحزام الامان، ولكن مرة واحدة من غير اي مقدمات الطيارة اللي كانوا عليها اتقسمت نصين ومحدش عارف السبب ايه، والبنت الجميلة دي راحت فدا الحادث ده، وحبيبها حاول يلحقها لكنه معرفش، وانتهت قصتها سريعا سريعا. بنلاقي جو هاو كان بيشرح الحادث ده، وان الجمال الخامل انتهت قصته واختفى القاتل رقم 1 في العالم، وان دي الصورة الوحيدة اللي موجودة ليه من يوم ما اختفى، ولكن الشخص ده يقال انه ما ماتش، ده عايش في سونغهاي، وفي ناس كمان بيقولوا ان هم شافوه قريب من فصلهم. وشين شاو بيقول ان كده المخبأ السري للجمال الخامل قريب من هنا. والمعلمة بام دخلت عليهم وبتقول لهم ان من يومين حدث خلل في الاختبار، لكن في حد ادى عمل ممتاز وتم نقله في فصل النخبة. وانج لما شافها حس انها مألوفة عليه واسمها لين شاويو. جينكي بيقول له شكلنا عارفينها، ولا المعلم وانغ وهو في مهمة، وجو بيقول له انتبه لانها قاتلة من الدرجة الاولى، بيقول له شكلك نسيت ان كمان مدير من الدرجة الاولى. اي كلام اي كلام. وكان بيتكلم في السماعة لحد ما شاف الهدف قدامه، بيقول لها مفيش داعي للمقاومة، انت محاصرة، ولكن بنكتشف ان دي قنبلة، وبوم مرة واحدة فرقعت فيهم، والبنت الاصلية كانت ميتة ضحك عليهم، وقررت انها تروح لاختها رئيسة الظل. وشين شاو وجو هاو ووانج كانوا ماشيين لحد ما شافوا الجمال الخامل، وشين شاو بيقول يلا نجري وراها، لحد ما دخلت غرفة ودخلوا وراها لكنها اختفت. وانج بيقول ان في شخص عايش هنا، ومرة واحدة وهم بيفتشوا وانج بيقول ان في حد داخل علينا، واستخبوا تحت الترابيزة. وشين شاو اتخبط في الترابيزة وبيقول احنا اسفين يا لين، وبتسألهم هم بيعملوا ايه في الغرفة بتاعتها، لانها عايشة هنا علشان اهلها تقريبا ميتين ولا حاجة. واثناء الانفعال ضربت شين وتفاداها وخبطت في التمثال، فاتفتح مكان سري ووقعوا فيه، وانج كمان نط معاهم، والاختين بيبقوا واقفين قدام بعض. رئيسة الظل كانت فاكرة انها جاية تنقذها، لكن الحقيقة انها جاية تقتلها. ايوه زي ما بقولك كده، كانت مهمة رئيسة الظل هي قتل سون رونج، وطبعا ما عرفتش تنفذ المهمة بسبب وونج، فاختها تقتلها علشان كده، ورمتها بسهم بدون ما تقتلها، لكن بتلاقي الاولاد دول بيقعوا قدامها. وانج بيقول لها كملي اللي بتعمليه، وجينك بيقول له لقينا غرفة آمنة وبدأوا ينزلوا فيها بسلام، وده يبقى المكان السري للجمال الخامل، وبيلاقوا مخطط الحادث اللي حصل من 10 سنين، وان هم ازاي وقعوا في حب بعض وحياتهم كانت مثالية. واخت رئيسة الظل كانت فاكرة ان اختها هي اللي دمرت الطيارة واستولت على منصبها، لكن الحقيقة غير كده خالص. ولما ضربتها بالسهم التاني المدير صدقت ضربة وبيقول لها مش هي السبب يا يوي. ولما الشباب بدأوا يجمعوا الأدلة عرفوا نفس الوقت بتاع هجوم الضفدع العملاق، وانج افتكر كل حاجة وانه السبب في الحادث ده، وانه لما ضرب الضفدع قسم الطيارة بقوة الضفدع وما كانش يقصد. وبيطلع المدير هو حبيب يوي القاتل رقم 1 في العالم، وبتقول له انت تخين وليه كده؟ قال لها كل ما حسيت بحزن كنت باكل. وبدأوا يحبوا في بعض، ورئيسة الظل بتقول لهم يقتلوني انا قرفت من العيشة دي. وخلص يومنا، وتاني يوم المدير بيقول ان سيوفنا محتاجة من وقت للتاني لصيانة، علشان لو ما كانش كده هتكون ضعيفة. وجينك بيقول للونج انه من يوم ما اتولد ما تصينش ولا مرة. والمدير بيقول ان الاسبوع الجاي هتبدأ حملة صيانة السيوف، وهم ماشيين سون رونج بتسأل هل بتصينوا سيوفكم كويس؟ شين شاو بيقول لها اشتريت حاجات من النت اصين بيها. بتقول له بلاش غباء، لازم يروح بيتصين في متجر. وراحوا يصينوا السيوف، وجينك محاط بمجموعة فتيات، وبيوصلوا المتجر شنغهاي، ولما بيدخلوا بينبهروا بالمكان جدا، وبتتفاجئ بلين شاويو انها شغالة في المكان ده ومهمتها صيانة السيوف، وعاملة زي الدكتور بالظبط في مجاله. ولما بيسألوا عن اهلها بتقول لهم ان روح السيف بتاعتهم قال لها ان والدها ائتمنوا عليها، يعني تقريبا اهلها ميتين. وبنعرف ان روح السيف بتاعتها ما بقتش موجودة. جو هاو بيسألها امال فين هي دلوقتي؟ قالت له ان وهي صغيرة روح السيف قالت لها ان هي رايحة رحلة ولحد الان ما رجعتش، وكانت سايبة رسالة انها رايحة لقسم الصيانة وهترجع بعد 3 ايام، لكنها ما رجعتش لحد الان. بتقول انها تايهة وانها شغالة في مراكز صيانة مختلفة على امل انها تشوفها تاني. شين شاو حزن علشان مش عايزة تملك سيف ومتعلقة بروح سيفها، لكن بيتفاجئ انها مش معاها فلوس تشتري سيف، ودي كل المشكلة. وبنلاقي تانج بيقول انه جاي يصلح سيوفهم هما كمان. سون رونج بتقول له احنا حاجزين لين فشوف لك حد تاني. ولين علشان تخرج من المأزق ده قالت انا هعمل لهم سيوفهم مع ساعات اضافية، ولكن سون رونج مش
عاجبها الكلام. لين بتقول لها مش مشكله، ده كده كده شغل. والشباب وهم ماشيين كانوا بيتفقوا ان هم يصنعوا سيف للين، ووانج بيقول ان ده مكان الحداد، ايه رايكم نصنع سيفها هنا؟ استنوا بالليل لما المركز قفل، وكانوا مستخبيين ومحضرين كل الخامات اللازمه لصناعه اجمل سيف. وكان التصميم اللي وانج عمله سيف ملتوي، وفضلوا يستكشفوا نوع المعادن، والجهاز فضل يقيم انواع المعادن اللي معاهم لحد ما وانج حط الاسوره اللي كانت وقعت من المستشار ومن قوتها الجهاز باظ، وبدا يسهروا المعدن لكن كلهم تلفانين ومحدش فاهم حاجه. المهم تاني يوم لين لبست واستعدت للشغل، والشباب جولها وادولها السيف وبتعيط من السعاده. لكن الشباب كانوا فاكرين ان السيف ما عجبهاش، ولكنها بتقول انه شبه السيف القديم وعجبني جدا. تانج بيقول لها عملت لهم سيف بشع وخليتوها تعيط. جو هاو بيقول مش ده السيف اللي انا كسرته لك قبل كده، عايز ايه دلوقتي؟ وبيقول له انه عايز يختبر سيفه مع سيفها، وكده كده ده قانون في المكان. طبعا المكان ده اصلا ملك العيله تانج، ولما سون رفعت عضويتها الخادم اخد بتاعه تانج وبدا الاختبار السيف. ولين كانت محصنه نفسها كويس قوي، وتانج قطع خشبه في الاختبار وقرر انه هيحارب لين على طول. شين كان ناوي ينزل يوقف المهزله، لكن الخادم قال له لو كسرت القواعد هطردكم بره. ولكن كان الوقت فات وتانج انقض على لين. لكن اللي حصل غير متوقع بالمره، البت ما تهزتش من مكانها حتى، وبدا سيفها في امتصاص الطاقه الروحيه لتانج. لكن وانج كان عارف ان الموضوع استمر تانج هيموت، فبعت جينكي يخلص المهمه وكسر سيف تانج، وبيقول لوانج انه اتدلع في مركز الصيانه. والكل نزل يبارك للين على الفوز. بنشوف لين وهي واقفه قدام مرايه وبتستكشف السيف بتاعها، والمستشار انعكاسه على المرايه اللي قدامها. بيقول مين اللي حول الحلقه بتاعه السيف، وبيلاقي ان السبب كان سون رينج، وبيقول انه هينتقم من كل البشر. وكان في 2 من الطلبه بتديله كيس حب تقريبا، ولكن المدير بيتفاجئهم وبيدخل عليهم وزعق ليهم وبيقول لهم مفيش اكياس اماني هنا في المدرسه دي، مدرسه محترمه. في اساطير عندهم ان اي حد بتديله كيس امنيات بتتحقق له امنيه. وسون بتشوف المدير وبتقول انا ازاي هدي كيس الونج، ولكن طبعا لين بتقابلهم وسون بتقول لها ما ينفعش حد يكون في الحرم المدرسي بالليل، لكن بتقول لها مش ليا، انا عايشه في الحرم المدرسي اصلا. بنشوف رئيسه الظل وهي بتحرك السيف اللي اختها ضربتها بيه وبتحاول تحرر نفسها، وبيتكلموا الشباب مع بعض وبيتناقشوا، ولكن وانج زهق وقام يجيب نودلز. لكن سون بتدخل وبتخبط على راسه بخشبه خبطات خفيفه كده. وبعد ما خرجت الشباب راحوا لوانج وبيقول له ان الباب الخلفي في حرم المدرسه، ده معنى اللي هي عملته. وانج فعلا بيروح وبيلاقيها في نفس المكان، لكن اصحابه الاغبياء بيكونوا معاه، بيقولوا علشان لو حصل حاجه نكون كلنا معاه. وسون بتقول في نفسها ده انتم زباله، هديله كيس ازاي دلوقتي؟ وبيتمشوا في مكان ضلمه جدا. شين شاو خاف من قطه، وبعدها بيقول انه مش خايف من حاجه، ولما تقدم خبط في لين ومات من الرعب. سون بتقول ان هي اللي قالت لها تيجي وتعرفنا على الحرم المدرسي. ورئيسه الظل قدرت الحمد لله تفك نفسها، ولقت فتحه وقررت تهرب منها. وبنلاقي الشباب في دورة الميه، لكن سمعوا صوت مرعب جاي من الحمام. في الوقت ده كانت رئيسه الظل بتهرب من المواسير، ولما شافوا ايه اللي بيحصل شين شاو روحه خرجت من جسمه، وجو هاو وقع على الارض. وانج لما سمع الصوت قرر يروح يشوف فيه ايه، ولما شاف رئيسه الظل شد السيفون ورجعها مكانها تاني. وسون رونج بتلاقي شين شاو بيموت فبتجري عليه علشان تفوقه، ولكن رئيسه الظل لما رجعت للغرفه السريه وبتلاقي مصعد وبيرد لها الامل من تاني. وبنروح للشباب الميتين وهم في الرعايه، ولين بتقول لها دي مصلحه علشان تمشي مع وونج لوحدكم. وجينك بيقول للوونج ان رئيسه الظل هربت تاني، وهي راكبه المصعد بتفكر هتقتل مين الاول. واول لما بتفتح الباب وونج رجعها تاني مطرح ما جت على الرايق يا ابو الصحاب. والبنات جريت على وونج وشافوا الفتحه ومستغربين جدا. ولين بتقول لسون خدي وونج وتمشوا انتم. وجينك بيقول ان الشيطان ده ناوي على ايه، ليه بيساعد سون؟ وونج بيقول له ما تشغلش بالك انا موجود، لانه عارف ان روح الشيطان دي لسه ما انتهتش بتاعه المستشار، والمستشار ناوي ياخد لين لعالم الشيطان بعد منتصف الليل. وبرضه في نفس الوقت هيقتل سون. مش عارف سون اللي الكل عايز يموتها دي عملت ايه في حياتها. واخيرا للمره الثالثه صعدت رئيسه الظل اخيرا وراح عند المرايه، وسون عماله تخطب جنبه انها في امنيه نفسها تتحقق والمرايه هتساعدنا على كده. لكن وونج شاف في المرايه رئيسه الظل وخلاص هتديله الكيس لان منتصف الليل جه، لكن لين ضربت وونج طيرته لبعيد. وبتشوف سون رينج انعكاس المستشار في المرايه وبتقرر انها تحارب، لكن كتفها في لحظتها والقمر بقى لونه احمر وده يبقى نظير شؤم. ورئيسه الظل مستغربه اللي بيحصل، وبيقول المستشار ان المرايه دي يقدر من خلالها استعمال سحره الابعادي، والناس بتستخدمها لسد الشق الزمكاني، ومن خلالها يفتح بوابه عالم الشياطين. وفتح فعلا بوابه وبيرحب بسون. ورئيسه الظل بتقول ان سون ليا انا، لكن وونج انقذها وخبطوا في بعض، وقالوا انه مش هيسيب اللي حصل في الموسم الاول يحصل تاني. بس الاهم تعملوا لايك وسبسكرايب لكوزمو الغلبان ده. والضربه بتاعت رئيسه الظل اثرت على
المستشار وطيرته بعيد تقريبا رجعته لقلعة ملك الشياطين، والاوضاع رجعت زي ما هي. وونج فشخ وش رئيسة الظل وبياخد الكيس بتاع سونج وبيقول لها ما تقلقيش بقى معايا كيسك. مش عارف للحظة كده حسيتها كلمة عيب، بس ما علينا. بنروح لشين شاو وهو بيتفرج على بس الثعلبة تشبه الكيوبي، وبيكون باعت لها لسان سحري علشان بتساعد معلمها انه يخف، وده يبقى لسان الكلب السماوي، وبتشكره جدا على الدواء ده وطلبت منه تكلمه صوت كعربون شكر يعني. جوي بيكون واقف في اجتماع مع ناس عن طريق الشاشات والقوة الروحية، ودول ناس ممارسين الصقل من زمن الزمن. واحد فيهم بيقول له ايه السبب اللي خلاك تجيب ناس مكحكحة. جوي بيقول له ان الطاقة الروحية نزلت لحد 4.7، وبسبب الموضوع ده قشرة العالم هشة، وان في شك مؤدي الى العالم البشر. المناقشة دايرة على ان الشياطين طمعانين في ارض البشر، ومهمة الناس دي ان هم ما يسمح لهمش ان هم يغزوا عالم البشر. انت ازاي لحد الان ما عملتش لايك وسبسكرايب؟ جوي بيقول اننا لسه ما نعرفش حاجة عن عالم الشياطين، يعني لو بعتنا بعثة للشرخ ده ممكن تتوه في الفضاء. وفي صوت اتكلم وقال اننا لو مسكنا الشيطان نفسه ساعتها الموضوع بسيط، لكن واحد هب فيه وقفل المكالمة، والصوت ده كان وونج. وجو هاو بيقول له ان والد تشين بيعاقبه لدرجة انه هيقتله، وبيشير عليه بالسيف وبيقول له ايه اللي نزلك للطبقة الاساسية. وبيكون البث اللي بيتابعه شغال قدامه على الموبايل. بيقول له انا دايما مش بلتزم بتعليماتك لاني بساعد المحتاج، وبيقول له انه اتعرف على المذيعة دي وبيساعدها لان معلمها تعبان وهي بتجيب حق علاجه. بيقول الاب يعني انت اديتها طاقتك السحرية علشان تعالج معلمها صح، وقرر انه يعفو عنه لانه كان بيساعد المحتاج، والمساعدة ما فيهاش نقاش. وهو ماشي بيقول له اخر سؤال، فين لسان الكلب السماوي؟ والبنت اللي في الهاتف بتشكر شين شاو على اللسان بتاع الكلب السماوي. وقتها والده بيقطع تليفونه نصين وكان عايز يقتل ابنه، وبيقول له لو شفتك بتتفرج عليها تاني هقتلك. والشباب ماشيين بيتكلموا ان ليه شين شاو عمل كده. جو هاو بيقول اننا في العصر ده ينفع ننقل الطاقة الروحية عن طريق الانترنت عادي، ولين بتقول ان ده سحر، يعني ممكن يكون ده شيطان وبيمتص الطاقة الروحية من الناس اللي بتتفرج عليه، لان زمان كانوا الشياطين بيتحولوا لجميلات لاجل امتصاص الطاقة الروحية. وهم ماشيين سمعوا صوت جاي من قاعة الكمبيوتر، وبيكون شين شاو بيتفرج على البث من الكمبيوتر ومغرم جدا بيها. ولين بتقول ان ده شيطان، والحل علشان يوقفوه ان روح تسبح في الفضاء السيبراني وتوقف اللي بيحصل، وده محتاج شخص من فئة النخبة الذهبية، يعني محتاج حد فشيخ زي وونج مثلا اللي محدش عارف قوته اصلا عاملة ازاي. جو هاو قال مش محتاج كل ده، شوية فيروس هيقوموا بالمهمة، وبدأ يبعت حصان طروادة بتاعه لأجل ان هو يهكر البث. لكن الشيطان ده محترف اصلا وفاهم كل حاجة، وهزم الحصان بتاعه وبيطلب الشيطان ده منه ان هم يعملوا مكالمة صوتية. شين مبسوط موت، وطاقته الروحية بتمتص من قبل الشيطان. وونج بيقول لسون على لعبة الحاكم الصغير، وده فن اتعلمه في الفصل من المدير، ودي زي قدرة اغراء من سون. لين بتقول لها انت عايزة تحارب النار بالنار، يعني اغراء باغراء. بتقول لها بالظبط، وفعلا فعلت سحرها وكان بيستجيب ليها، وكانوا خلاص هيوقفوا اثرت، لكن الشيطان ده كان اغراءه اقوى. وبتقول لها انها عمرها ما ارتاحت لحد قبل كده وعايز تسيبني، وكسر سحر سون، وسون نفسيتها تعبت من اللي حصل. والمعلم يبقى المستشار، ومره واحده بنلاقي والد تشين واقف ورا لينو وخافت جدا منه وحزين جدا على اللي ابنه فيه، لكنه متفاهم معاه لانه وهو في عمره كان زيه بالظبط. ولما ذكرت نوع الهديه اللي اداها لها والده اتعصب جدا عليه وقطع الجهاز نصين، وشين قرر انه يهرب للفضاء السيبراني، وفعلا قدر يعمل ده، والكل مش فاهم هو ازاي عنده القدره لكده. ولما فصل الكابل ابنه بقى جسده من غير روح، والشيطان جمع طاقته 100%، وده يتحول ويخرج من الهيئه اللي كان فيها. طلع شيطان بشع جدا. شين بيخرج من الشاشه وبيدور على الثعلبه، وبيكتشف ان كل ده كان فخ وانها مش غرفه بس اصلا. والشبح بيقول له انا الثعلبه مش عارف تتعرف عليا. وشين خاف جدا من الموضوع اللي بقى فيه، ووالد تشين بيحاول يفوقه لكن بلا فائده. وانج بيطلب من جو هاو انه يفتح بس للثعلبه، وشين بيحاول يهاجم الشبح ده لكن طبعا جسمه غير مادي. بيقول لها وانت كمان ما تعرفيش تهاجميني لاني غير مادي. بتقول له انت متاكد؟ وطلعت مكنسه وبدات تشفطه. وبيقول للشيطان ده انه هياخد روح سون كمان معاه، ولكن مره واحده ايد وونج تضرب الشبح ده وتاخد روح شين ترجعها لجسمها تاني. وبنلاقي ان المذيعه بتقول ان جوي انقذ العالم تاني من احتلال الانترنت، وطبعا دي قدره وونج انه يخليه هو البطل دايما علشان يبعد عنه العين. وبنلاقي خبر تاني ان مجموعه ستار الماء الزهره العتيقه اعلنت افلاسها ومش قادرين ان هم يغطوا ديونها، وتم الاعلان رسميا للافلاس، ودي تبقى عيله سون رينج. وتوتا توتا خلصت الحدوته. انتظر القسم الثاني من الموسم الثاني من حكايه وونج، ولو في انمي معين عايزيننا نلخصه اكتبوه في الكومنتات، واحنا هنراجع تعليقاتكم وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ويلا سلام.